الطريقة اللي انت بتسمع بيها الميوزك او اي مادة صوتية زي الفويس اوفر هي رحلة انت محتاج تركز فيها. لما الموسيقى بتخرج من جهاز او آلة بتنتقل في الهواء لحد ما بتوصل لودنك، تعدي على الفص الصدغي للدماغ، يحصل شوية حركات ميكانيكية تتقابل مع نقاط الاشتباك العصبي. هنا بتبدأ الترددات السمعية تتوافق مع مناطق محددة في القشرة السمعية. الموضوع شبيه ببيانو بيعزف نوتة موسيقية. لو ودنك اتدربت كويس، دماغك هيبدأ يحلل الأصوات اللي بيسمعها، هيركز في الإيقاع وشدته والتناغم وغيره. وعلشان تدرب ودنك محتاج حاجتين مهمين جدا: تسمع بتركيز كبير وتستوعب اللي بتسمعه. لو هناخد الموضوع لمجالنا الفويس اوفر، فانت عندك الدراسة نفسها هي تدريب أصلا على الاستيعاب، انك بتفهم التنغيم والطبقات والريتم، وبالتالي انت بتركز جدا في اللي بتسمعه، وبتبدأ تصنف كل حاجة بتسمعها للنوع الخاص بيها. ودنك بتكون حساسة لأقل الترددات، وانت بتنظف التراك بتاعك من النويز الضعيفة جدا. كتر السماع والتكرار بيخلي عندك حس فني، وهنا يجي الدور المهم انك تبدأ تقول رأيك في الحاجة اللي بتسمعها، رأيك الخاص بيك. وهنا بيبدأ يتكون عندك حس نقدي وتذوق فني. علشان يبقى عندك ودن موسيقية محتاج تسمع كتير، تركز في اللي بتسمعه، تدرس الأنواع اللي بتسمعها وتعرف تفرق بينها، تبدأ تعبر عن رأيك بحرية تامة في الحاجة اللي بتسمعها وتضيف لها اقتراحات.